مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الحكايه. النهارده كان في خبر يمكن ناس كتير ما اهتمتش بيه، انا حتى علشان الاقيه قعدت ادور كتير عشان اجد التفاصيل الحقيقيه بتاعته وسط كل الاحداث والى اخره. خبر ليس ذو بال، مش مهم ولكن اثار جوايا تساؤلات كثيره. حضرتك تعرفوا ان تركيا ملهاش في الامر، ما لم نجد شيء تركي عظيم بيحدث. والنهارده تركيا قالت تصريحات ان احنا ملناش دعوه بالحرب، احنا مش طرف فيها، احنا عايزين نشارك في الجهود الدبلوماسيه. فتركيا مش موجوده معانا قوي، ولم نجد مواقف قويه جدا للرئيس اردوغان انما مش ده الموضوع. الموضوع ان هناك صاروخا إيرانيا دخل المجال الجوي التركي. صاروخ إيراني دخل المجال الجوي التركي. مين تصدى للصاروخ؟ من؟ قال لك الدفاعات بتاعت الناتو. دفاعات ايه؟ الناتو، مش الدفاعات بتاعت لا، الناتو. ما هذا؟ هذا أمر غريب. ده بينفع انه يبقى فيه مجموعة دول يبقى ليها اهتمامات واحدة، ليها ضرورات واحدة، ليها استراتيجيات واحدة، ولا نظام دفاعي واحد سميه الناتو، السيتو، الريتو، الفيتو. لكن عندما دخل الصاروخ ليضرب الأراضي التركية، وهذا أمر ما الله أعلم كان يعمل إيه أو ينزل فين، تصدت له الناتو. فتساءل المواطن العربي عمرو أديب: وأين الناتو العربي؟ الحمد لله على مدى الشهر تعرضت دول الخليج لاختبار صلابة واضح، وأثبتت كل دولة قوتها وقدرتها على الدفاع عن أراضيها. ولكن في النهاية أين الدفاع العربي المشترك؟ لا تحدثني عن اتفاقية الدفاع العربي المشترك، حدثني عن الصاروخ العربي المشترك. حدثني بالفعل أنه إذا تم الاعتداء على دولة عربية هناك منظومة ما تدافع كلها عن الأعضاء في هذا المكان. أليس من الواجب الآن بعد أن تضع هذه الحرب أوزارها أن يكون هناك ناتو عربي؟ وأنا لا أتحدث عن ناتو عربي مكتوب على البيانات، ناتو حقا وصدقا، ناتو زي اللي انت شفته النهارده، اللي يجي الصاروخ يعدي يطلع الناتو يخلص عليه. فأن تكون ما هو المانع؟ ما هو الشيء الذي يمنع انه هذه الكتلة العربية المعروفة بظروفها الواحدة، باهتماماتها الواحدة، بعدوها الواحد، أن يكون لها الناتو الخاص بها؟ وأنت عندك في العالم العربي الأطراف التي يمكن، أنا مش عايز أقول الكلام بتاع التعاون وإيد واحدة، لا 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 لا، عمرو مش بتاع الكلام ده، عمرو بتاع الصاروخ. عندك صاروخ، عندك ناتو. ما عندكش صاروخ، الورق اللي هتكتب عليه أي اتفاق حضرتك له قيمة تاريخية في دار الوثائق والمستندات. ماذا يمنع؟ وما حدث كاشف أن أنت في أوقات ما أنا لو كنت قلت لك من 10 12 سنة أن دول الخليج ستتعرض لهذه الهجمات الغاشمة، أنت كنت هتصدقني؟ هو الناتو عامل دفاعاته علشان عامل حساب إن روسيا هتهاجمه؟ لا خالص. إنما عندما حان الحين
ودخل صاروخ بس ايراني، انتوا عارفين الصواريخ الايرانيه البالستيه، الناتو راح ضربه. لو سمحت يا تركيا، لو سمحت، انت عضو في الناتو، حقك عليا، محدش يقرب لك. طب لماذا احنا ليه اقل من الناس دي؟ انت عندك الامكانيات، عندك القوات، عندك السلاح، عندك الامكانيات، عندك الكفاءات. يعني ما حدث في هذه الحرب بين لك كفاءاتك اللي موجوده عندك التي تتصدى للمسيرات وللصواريخ، بين لك صلابه جبهتك الداخليه، بين لك قدرتك على التصدي، بين لك انك تقعد شهر تتعرض الى هذه الضربات، وعندك اجهزتك الاستخباراتيه، وعندك دفاعاتك الارضيه، وعندك التكنولوجيا التي قد تدربت عليها، وعندك. فلماذا لا نكن ناتو عربي حقيقي، اللي هو عندما يحدث شيء أنت لا تعلم الفرق بين الصاروخ السعودي أو الكويتي أو المصري. يعني الصاروخ اللي اتضرب النهارده ده جنسيته إيه؟ جنسيته ناتو. جنسيته ناتو. أنت عضو في هذه المنظومة فلك كل الحماية. طب يا جماعة إحنا ليه لأ؟ هو احنا قاعدين بس نتكلم على اننا عرب؟ ده الراجل، الدولة دي ما حدش في بقية الدول اللي معاهم يعرف اللغة بتاعته. يعني لا احد يتحدث التركية. يعني بقية الدول التي تشارك، وفي الغالب هي الدولة الإسلامية الوحيدة. يعني الدولة الوحيدة فيها مسلمين. انت بقى كلنا مسلمين ومسيحيين، كلنا عرب، كلنا لنا نفس التاريخ، كلنا لنا نفس الأراضي، كلنا لنا نفس التعليم، نفس كل شيء، نفس التعاون، نفس الحب، نفس المحبة. أخوك في مصر يعشق أخوك في في الكويت، في الإمارات. القيادات العربية بتاعتنا علاقتها قوية، علاقة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ محمد بن زايد، بولي العهد محمد بن سلمان، بأمير الكويت. كل هؤلاء عندك كل ده أراضي متصلة، تدريبات مشتركة. امال التدريبات اللي احنا قاعدين بنعملها المشتركة ديت بين القوات العربية وبتاع مش عارف ايه، لماذا؟ زي مثلا في نفس السياق برضو لقيت اليومين اللي فاتوا ناس كثيرة تتحدث عن إغلاق جامعة الدول العربية أو نقلها.